السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده بانمي جديد، بقصه جديده، حاجه كده جمدان من الاخر. بيحكي عن شاب حزين وكئيب، بيكون نايم دايما على السرير، ما عندوش امل في اي حاجه، وبيتفرج على الانمي وبس. وهوب بتحصل ليه المعجزه اللي هتغير حياته كلها. بيلاقي نفسه بيموت وبيتولد من جديد، وبيلاقي نفسه كمان ان هو انتقل لعالم السحر، وابوه كمان بيكون الملك. بس المنحوس منحوس، بيكتشفوا ان هو ما عندوش قوة سحرية، فبيقرر ابوه وامه يتخلصوا منه عشان خاطر ما يجيبش ليهم العار. لكن ما يعرفوش ان هو عنده قوة تفوق التخيل والتصور، كمان قوة ملك الشياطين بنفسها. ما تنسوش طبعا قبل ما نبدأ تصلوا على الحبيب وتحطوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تروحوا تشتركوا بسرعة عشان نكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ الانمي بتاعنا. بيبدأ الانمي بشاب قاعد على السرير، وبيبقى فاقد الشغف في كل حاجة في حياته، وبيبقى كاره الحياة اللي هو عايشها. ومرة واحدة فوره بينور، وبعد كده بتحصل حاجة غريبة. بيلاقي نفسه في مكان تاني، وبنت بتكلمه وبتقوله ألف ألف مبروك، أمنيتك اتحققت أخيرا، وهتتولد من جديد عشان تعوض اللي معرفتش تعمله في الحياة ديت. وبنعرف ان هو كده خلاص مات في الحياة ديت. بيفرح جدا وبيطلب منها حياة هادية، ما فيهاش ولا تعب ولا مجهود، مجرد ان هو يتفرج على الانمي وينام وياكل ويشرب وبس. بتقوله بس كده من عينيا، احلى حياة اهي. بيلاقي نفسه اتولد من جديد، بس في شكل طفل صغير، وابوه بيكون الملك، يعني دلع فاخر من الاخر. بس هو بيبقى متضايق جدا لانه ما كانش قصده كده، كان قصده انه يتولد برضه شاب، مش لسه عيل صغير بقى غير باباز والكلام من ده. وطبعا ابوه بيكون طاير من الفرحه بيه. بس يا فرحه ما تمت، ابوه بيبقى عايز يقيس مستوى السحر بتاعه، وبيبقى متوقع من قوه السحر في البلوره ان هيبقى مستواه من 40 ل50. بس بيصدم جدا لما بيلاقيه ان هو جايب 2 بس، يعني ما عندوش سحر غير سحر الحواجز بس، وان هو هيكون ضعيف جدا جدا. بيقرر على طول هو وامه انهم يتخلصوا منه عشان ما يجيبش العار ليهم. يا عيني عليك يا ابني، ملحقتش تفرح بالحياة الجديدة، بهدلة من تاني. بنروح بقى للبنوتة اللي قابلته، وهي بتتصدم جدا من اللي حصل معاه، بتقول شكل البشر دول أغبياء جدا، ده انا اديته قوة 1002 وهم افتكروا 2 بس. شكل البلورة بتاعتهم دي ما بتجيبش غير 3 أرقام فقط. وفعلا بيرموه في غابة بعيدة جدا، وبيسيبوه لوحده وبيمشي. وصاحبنا بيقول ايه الحظ الفقري ده، وبيبدأ يفكر بيقول صحيح أنا عندي سحر، ما أجرب كده آخر أمل ليا، يمكن ينفعني ولا حاجة. وبيحاول يعمل حاجز مربع، وفعلا بيعرف، وبيقول اخيرا حاجه عدله في الحياه الجديده ديت. وبيحط نفسه جوه الحاجز وبيرفعه لفوق، وبيقدر ان هو يطير، وبيفرح جدا الواد الصغير. بس شكله منحوس ولسه بيقول هيه، لقى كلب كبير جدا 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 بيهجم عليه عشان خاطر ياكله. وبيلحق على اخر لحظه ان هو يحمي نفسه جوه الحاجز، وفعلا الحاجز بيكون قوي جدا وما بيقدرش الكلب ان هو ياكله. وبيحاول صاحبنا انه يهجم عليه بالحواجز ويحدفها عليه، بس ولا بيأثر فيه حاجة. وبتيجي ليه فكرة ان هو يشيل الشجر بالحواجز ويحدفها عليه، وبيقدر ان هو يوقع الكلب على الارض، بس برضو الكلب بيقوم من تاني. وبعدين بقى شكل هموت هنا تاني ولا ايه. وبتيجي ليه فكرة ان هو يشيل جزء كبير جدا من الارض ويدمر الكلب بيها خالص. والكلب اول ما بيشوف المنظر ده بيقول لا والنبي خلاص انا استسلمت خلاص. بيصدم اول ما بيشوفها بتتكلم، وبتروح عليه، وطلع الكلبة مش كلب، وبتقول له انا اسفة جدا، انا كنت عايزة اكلك بس عشان طاقتي السحرية خلصت، بس انت طلعت قوي جدا. قولي الصراحة انت مين؟ شكلك طفل بشري بس عندك قوة رهيبة جدا، ما تجيش لطفل صغير زيك. وبيحاول ان هو يتكلم بس مش بيعرف، فبيعمل مكعب سحري وبيدخله جواه، وبيقدر بعدها ان هو يتكلم، وبيقول لها انا طفل فعلا بشري، وابويا سماني هاروت، بس تخلوا عني عشان قوتي السحرية ضعيفة. بتتصدم جدا لما بتسمع الكلام دوت، وبتقوله كل ده وضعيفة؟ امال لو قوية شوية كنت هتعمل فيا ايه؟ قولي الحقيقة، انت ابن ملك الشياطين صح؟ مرضاش صاحبنا يقول لها الحقيقة عشان مش هتصدقه، وان هو جاي من عالم تاني وكده. قال لها ايوه انا ابن ملك الشياطين. بتترعب جدا لما بتعرف، وبتسلم نفسها ليه عشان خاطر يموتها. بس هو بيقول لها لا يا ستي انا مش هقتلك طالما انت مش هتهاجميني تاني، وهمشي كمان. بتقول له لا طبعا انا من النهارده مش هسيبك، وهكون عبده ليك، وهعمل معاهده معاك، انت طيب جدا وانا ارتحت لك ومش هسيبك ابدا. وبتتفاجئ مره واحده هي بتكلمه ان هو بيقع على الارض،
وبيكون واقع من كتر الجوع وان هو عايز لبن عشان فقد مجهود كبير جدا وكده هيموت. وهوب دبل كيك بتتحول الكلبة لبنوتة جميلة جدا، وبنعرف ان هي اسمها فيري، وبتقول له انا هحاول اتصرف يا مولاي وهجيب لك لبن من اي حتة، بس تصبر عليا شوية. وبتتفاجئ وهي بتكلمه بصوت حد بيقرب منهم، وبتقول له اروح اقتله ولا اعمل فيه ايه؟ بيقول لها لا طبعا احنا هنتكلم معاه الاول، وبيديها مكعب طاقة متصل بيهم هما الاتنين عشان تقدر تسمعه من خلاله. وبتروح على الراجل بتقول له انت عايز ايه يا راجل انت، وايه اللي جابك في المكان دوت؟ بيقول لها ان انا جاي عشان خاطر الطفل دوت. بتقول له مستحيل حد ياخد الطفل ده مني. بيسالها انت مين اصلا؟ بتقول له ان الطفل ده يبقى سيدي، وبيستغرب جدا من كلامها. وبيقول لها الطفل ده محتاج لبن وانا معايا اللبن بتاعه. بيقول لها هاروت وافق طبعا، انا هموت من الجوع، بس هي طبعا بترفض. وبتقول له انت مين اصلا وعايز الطفل ده ليه، وممكن يكون اللبن اللي معاك ده اصلا متسمم. بيعرفها ان هو قريب الطفل ده من بعيد وجاي عشان خاطر ينقذه وياخده يربيه مع عياله، ولو انت عايزه تيجي معانا براحتك، بس انا هاخده يعني هاخده. بتوافق فيري طبعا ان هو ياخدهم هما الاتنين، خصوصا ان هي مش بتاع اي حاجه عن تربيه الاطفال. وبيروح يكسر السبت اللي هو كان فيه، وبيقول لها قلعي هدومه ديت واللي فيه بالشال ده، وبيحط الهدوم جوه السبت وبيحط عليها دم عشان يفتكروا ان هو اتاكل. وبياخدهم وبيروحوا على بيته. وبتعدي 9 سنين، وبيكون صاحبنا عايش في بيت الراجل ده هو وفيري. وفيري بتكون خدامة ليه هناك، وبنعرف ان هو عنده اخت في نفس سنه، بس بتبقى دايما بتتكسف منه وبتحب جدا تلعب مع فيري. وبنعرف كمان ان هو كان عايز يمشي مجرد ما يتفطم، بس معاملتهم الكويسة معاه خلته ان هو يقعد كل المدة دي عندهم وبيقعد يفطر معاهم. وبنعرف ان اخته اسمها شارو، وبتطلب من فيري انها تلعب معاها، بس فيري بترفض عشان تفضل مع هاروتو. بس هاروتو بيقول لها تروح تلعب مع اخته، وبيبقى غيران جدا ان اخته بتحب فيري اكتر منه. بتوافق فيري وبتروح تلعب معاها، وبيكون هاروتو بيتفرج عليهم من الشباك، وبتيجي امه تقف جنبه وبتقول له ما تزعلش من اختك، هي لسه ما خدتش عليك بس كفايه. بيقول لها ان هو مش غيران ولا حاجه. بتقول له لا طبعا انت غيران وباين عليك جدا قوي الغيره. وبتقول له ان اختك مكسوفه منك عشان انت ولد مش اكتر. بص بتلعب مع فيري ازاي من غير كسوف. بيصدم هاروتو جدا عشان بيفتكر ان اخته عرفت حقيقته، وان هو شاب عنده 30 سنة مش طفل زيها. وبيفضل يعيط. بتحاول تهديه امه، وبتقترح عليه ان هو يجيب لها هدية او يعمل لها مفاجأة، وهي هتحبه اكيد، البنات بتحب الحاجات دي جدا. بيوافق جدا على الفكرة، وبتبدأ تتكلم معاهم وبتقول له انت وارث للقصر دوت، ليه ما بتخرجش من اوضتك وتكتشف القصر وتلعب كمان مع اختك والناس اللي حواليك؟ بيقول لها حاضر يا مامي، وبيشكرها جدا على نصايحها معاه، وبيروح على اوضته طبعا ولا بيفرق كلامها اصلا معاه. وبنعرف بعد كده ان هو اتعلم كتير جدا عن السحر الحواجز لحد ما قدر ان هو يعمل نسخة منه. وبيكتشف كمان ان هو بتبقى شبهه جدا بالظبط. وبنكتشف كمان ان هو عاملها عشان تحضر كل المناسبات اللي هو مش عايز يحضرها، وبيفضل يلعب فيها. وبنعرف ان هو مش عارف يخليها تتحرك او تتكلم. وبنعرف ان هو بيعمل ده كله عشان عايز يمشي من مكان هنا، بس المشكله كمان ان فيري عايز تمشي معاه، وان هو هيضطر يعمل ليها هي كمان نسخه، عشان خاطر لو خدها من غير ما يعمل لها نسخه اخته هتزعل جدا وهتكرهه اكتر. وهو بيتكلم مع نفسه ابوه بيخبط عليه وبيقول له تعالى انا عايزك، وبياخده لبره القصر وبيقول انت كبرت خلاص وجه الوقت تتعلم التدريب السيف. بيقول له انا مش عايز اتعلم تدريب السيف، انا عايز ادرس السحر القديم. بيفرح جدا ابوه بيه لانه كان فاكره فاشل وعايش حياته بلا هدف. بيقول له هاروتو ان هو هيروح يدرس بقى السحر اللي هو قال له عليه. بينادي عليه بابا وبيقول له انت بتضحك عليا ولا ايه ياض؟ تعالى هنا هتتعلم السيف الاول وبعد كده تروح تخلص اللي انت عايزه. وبيحدف ليه سيف. وبنعرف ان ابوه قوي جدا ومستحيل ان هو يقدر يهزمه، فبيقرر ان هو يحط حاجز على نفسه عشان يحمي نفسه من هجوم ابوه. وبعد كده بيبدأ ان هو يهجم على ابوه، بس ابوه بيتفادى ضربته بكل سهولة. وهنا كانت الصدمة ان الارض اتخرمت من ضربته. بيصدم جدا ابوه من اللي شافه، وبيقول له بقى استعد عشان خاطر هاجم عليك بكل قوتي. وبيهجم عليه، بس هاروتو بيقدر ان هو يطير في السما ويتفادى ضربة ابوه بكل براعة. بيصدم جدا ابوه وبيقول له مستحيل حد اقل من مستوى 30 ان هو يتفادى الهجوم دوت. وطبعا صاحبنا بيبقى مش فاهم اي حاجة، بس بيبقى حاسس بقوة رهيبة جواه. وبيروح يقيس مستوى بتاعه وبيلاقيه زي ما هو 2. وبنعرف بعد كده ان اعلى نسبة حصل عليها البشر هي 77%، يعني مستحيل هو يتخطى 100 او 1000
فاكيد البالونه دي زي ما بتقول فعلا هو مستواه 2 مش اكتر. ما يعرفش حبيبي ان هو مستواه 1002 مره واحده يا ابن المحظوظه، وبيفتكر ان اللي عندهم سحر ضعيف يقدروا يستخدموا سحر الحواجز بكل براعه. وبنروح لابوه وهو عمال يفكر في اللي شافه، وبتكون مراته قاعده جنبه وبتساله سرحان في ايه. بيقول لها ان هو بدأ التدريب مع هاروتو، وبتقوله طب ايه الاخبار. بيقول لها ان هو شاكك فيه وان هو شيطان في هيئه بشريه. بتقوله انت ازاي تقول كده على ابننا، انت اكيد مش بني ادم. بيقول لها انا قرأت قبل كده ان في شياطين بتتولد على هيئات بشريه، بس دي بتكون بنسبه قليله جدا. قالت له ابننا طبعا طفل طبيعي ولا عنده ديل ولا قرون، انت بتتكلم في ايه. بيقول لها تفسري بايه وجود علامه كبيره على بطنه واحترام فري ليه، دي مش حاجه غريبه برضو. بتقوله مش عارفه بقى، بس هو برضو ابننا. بياخدها في حضنه بيطمنها ان هو هيحاول يحافظ عليه ويخليه يعيش حياه هادئه. واخته شارو بتكون صاحيه وسامعه كل حاجه، وبتقول لنفسها ان هو مستحيل يكون شيطان، بس هو برضو مش طفل عادي. اه منك انت يا سوسه. وبنروح لهاروتو وهو في اوضته بعد ما بيكون عدى فتره كبيره على التدريب على السيف، وبيسمع صوت سويت بره وحركه مش طبيعيه. بيكون الواد الصايع عامل كاميرات مراقبه للمكان كله، وبيشوف جنود متصابين وناس عمال تعالجهم بالسحر، وعايزين كل اللي عندهم سحر الشفاء يجي يعالج المصابين معاهم. وبيروح على ابوه بيساله ايه اللي بيحصل. بيقوله انه في شويه لصوص كان كل شويه تهجم على المملكه، واحنا عرفنا مكانهم وقررنا نهجم عليهم، بس هم كانوا عارفين وكانوا اكتر مننا وقدروا يخلصوا علينا ويعملوا فينا كل ده. وانا كنت مخبي عليك كل ده لانك لسه صغير وما ينفعش تشوف الحاجات دي، ويلا ادخل القصر عشان خاطر ما يحصلكش حاجه. بيتعصب جدا هاروتو منه وبيقول له انا مش صغير. وبتيجي فيري من وراه بتقول له ان اللي عمل فيكوا كل ده شويه لصوص، قد ايه انتوا ضعاف. بيزعلها هاروتو وبيروح يعالج الناس، وبيعمل حواجز على مكان الجرح بتاعهم وبيقدر ان هو يشفيهم بيه. بيصدموا كل الموجودين من اللي بيشوفوه، وبيبدأوا يسألوا مين الطفل ده اللي بيعالجهم، بس ما بيلقوش رد من حد، فبيفرحوا بالشفاء وخلاص. نروح بقى لهاروتو وبيكون نايم وبيسمع صوت عند باب اوضته، وبيطلع يشوف في ايه. بيشوف فيري واقفه قدام باب الاوضه ومش بتتكلم، فبيأذن ليها بالكلام، فبتعتذر ليه عشان اتريقت على ابوه الصبح. وبيعرفها هاروتو ان هو ما كانش قصده يزعلها، بس هو كان خايف على الناس وعلى ابوه مش اكتر. وبياخدها ويطلعوا بره، وبيوريها كاميرات المراقبة في المكان كله عشان يعرفوا مين الناس ديت ومكانهم فين عشان يروحوا يخلصوا عليهم. وفعلا بيطيروا يروحوا لهم، وللأسف أخته شورو بتكون شايفاهم هما طايرين. نروح بقى عند الحرامية وهم مبسوطين جدا بالانتصار اللي حققوه، وكانوا بيكافئوا اللي كان بيهزم عدد كبير منهم، وبيقول لهم الزعيم بتاعهم ان هو مش هيرتاح ولا يهدى ليه بال غير لما يخلص على ابو هاروتو. وهوب دبل كيك بيوصل هاروتو وفيري عند المكان، وشكل هتقوم مدعكة في المكان، وهاروتو هيعمل منهم بطاطس محمرة، وبيبدأ يثبتهم بالحواجز بتاعته وبيستجوب فيهم. وبنعرف ان هو مش لصوص ولا حاجة، وان هم جنود من المملكة جنبهم جاية تزعزع الاستقرار عندهم عشان تحتل المملكة بتاعتهم. وبتسألهم فيري ازاي دخلتوا المملكة وفي حراسة على المدينة. بيعرفوها ان في حد بيساعدهم، وبيسأل هاروتو نفسه ازاي قدروا يدخلوا بسهولة كده بكل الحراسة اللي موجودة ديت، وبيستنتج ان اكيد في خاين سلطته عالية جدا عشان خاطر يقدر يدخل كل دول مرة واحدة من غير ما حد يشك فيه. وبيقوله الزعيم ان هو قاله على كل حاجة يعرفها، وبيطلب منه ان هو يسيبه يرجع مملكته. بس هاروتو بيقوله مش بالسهل كده يا حبيبي، انتم زعلتوا بابايا وانا اللي زعل بابايا ازعل منه انا. وبيأمر فيري تولع في المكان كله باللي فيه كمان. ايه الشر ده كله يا ابني. وفعلا فيري ما بتصدق وبتولع فيهم كلهم، وبيفضلوا يصوتوا ان حد يلحقهم، بس ولا حياة لمن تنادي. وبيولع جزء منهم والباقي بيحاول ان هو يهرب. وبعد كده بيمشي هاروتو وفيري على البيت، وهاروتو بيقول لنفسه انا هبقى اكتب رسالة لوالدي من حد مجهول على كل اللي حصل النهاردة. وبنروح لتاني يوم، وفي جندي بيقرأ الرسالة لأبوه اللي اسمه جولد، وبيعرفوا ان اللصوص كلهم ماتوا محروقين، وان نسبة صغيرة جدا هي اللي قدرت تهرب، وان كام واحد منهم احنا قدرنا ناخدهم عشان خاطر يحكوا لنا اللي حصل هناك. بيتضايق جدا جولد من اللي سمعه، وبيقول ازاي حراسة الحدود ما خدوش بالهم من الاول ان كل دول جنود وانهم باين عليهم جدا ان هم مش لصوص. وبيأمر الجندي ان هو يبلغه اول باول باللي بيحصل. وبتسأله بنته شارو مين يا بابا اللي ولع في الناس ديت. بيعرفها ابوها ان هو ما يعرفش، بس بيجي في باله على طول فيري
لانها الوحيده اللي تقدر تتحكم في النار كويس جدا. وبعد كده بيقول لبنته ان فيري دي اقوى منه بكتير، وان هي اكيد هي اللي عملت كده. بتسيبه شارو طبعا وتطلع تجري على فيري عشان تفهم منها ايه اللي بيحصل، وبتروح تسألها هو في نسختين من اخويا؟ اعترفي ما تنكريش يا فيري. بتقول لها شكلك سخنة يا حبيبتي، مالك؟ بتعرفها ان هي امبارح شافتهم هي واخوها وهم طايرين، وراحت بعد كده على اوضه اخوها لقيته نايم في سبع نومه، بس ما حسيتش منه بنفس الهله اللي بتحسها منه على طول. وبتصدم جدا فيري لما بتعرف ان هي بتحس بقوه اخوها، وبتبدأ تحكي ليها فيري عن قوة هاروت الجبارة اللي شافتها منه من أول مرة، وإن هو كمان كان طفل صغير لسه رضيع، وإن هو كان في اللحظة دي كمان كان أقوى منها بكتير. بتصدم جدا البنت من قوة أخوها، وبتروح على طول فيري تحكي لهاروت اللي حصل معاها، وإن هي كمان أخته شافتهم هما طايرين امبارح، وإن هي كمان اكتشفت النسخة بتاعته. بيصدم جدا هاروتو منها، وبيفضل يفكر لو هي خايفة منه دلوقتي أكتر من الأول، وبيحط كاميرات مراقبة حواليه عشان خاطر يشوف هتعمل ايه بعد اللي عرفته، ولو هي فعلا بتراقبه. وبتبدأ البنت فعلا تراقبه في كل مكان وفي كل حتة كل يوم لمدة أسبوع كامل، ومش بتيأس أبدا. نروح بعد كده هما بيفطروا سوا، وبيعرفهم جورد إن في حفلة في مدينة تانية، وإن أمه وأخته هما اللي هيروحوا يحضروها مكانه المرة دي. بيعترض جدا صاحبنا وبيقوله على الأقل لازم ياخدوا فيري معاهم عشان تحميهم لو حصل لهم حاجة. ويسألوا جولد على فيري إن هو بقاله فترة كبيرة ما شافهاش. بيعرفوا إن هي راحت تخوف الوحوش اللي في الغابة عشان محدش فيهم يهجم على أهل سكان المدينة. نروح بعد كده لصاحبنا وهو بيراجع كاميرات المراقبة اللي كان حاططها على أمه وأخته، وبيكون مديله إنذار إن هما في خطر. بيفتح الكاميرات وبيلاقي إن الجنود اللي معاهم كلهم مش قادرين على حمايتهم، وإن اللصوص كمان قدرت يخلصوا عليهم كلهم. وأمه أول ما بتشوفهم كده بتطلع تجري منهم، وبتفضل تستخدم السحر بتاعها عشان خاطر تحمي نفسها منهم ومن ضرباتهم، بس للأسف بتصفي إيديها. وبيظهر مرة واحدة حاجز بتشاور عليه شاروت عشان خاطر هي عارفة إن المكعب ده مكعب أخوها. وفعلا الأم بتوافق وبتروح ورا المكعب، وما بتبقاش مطمنة قوي، بس شاروت بتحاول تطمنها وتهديها. وبعد كده بتوصل لآخر الطريق، وبيبقى المفروض إن هي تنط عشان خاطر تنزل لتحت، بس بتبقى خايفة جدا. وشاروت بتحاول تشجعها وإن هي تستخدم الحاجز بتاعها عشان خاطر تحمي نفسها من النطة، وفعلا بتعمل كده، بس للأسف قوتها بتكون يا عيني جابت آخرها وبتقع على الأرض. وتحاول تهديها شارت وبتقول لها خلاص احنا وصلنا يا ماما، والكهف هناك اهو. وبيروحوا فعلا عليه، وبتدخل الكهف وبتلاقيه منور، وبتفرح جدا ان هو امان. وبتروح تسيب شاروت وبتقول لها ان هي هتروح تطلب المساعده من البطل اللي دلهم على المكان دوت. بتسألها شاروت يعني ايه بطل يا ماما؟ بتعرفها ان البطل ده قوي جدا، وان هو اللي بيقتل الاشرار، وان هو طيب جدا، وان هو بيحقق العداله ما بين البشر. وبتخاف البنت عشان خاطر هتسيبها وتمشي، وبتطمنها الأم وبتمشي فعلا، وبتعمل حاجز على الكهف عشان محدش يقدر يشوف بنتها. بس للأسف الجنود بتشوفها وبتسألها على بنتها، والأم طبعا مش بتقدر تقول لهم على مكانها، بس الجنود بيقولوا لها بدل انت هنا يبقى هي كمان هنا، ودي مسألة وقت مش أكتر. بتروح الأم المتخلفة مطلعة خنجر بتاعها، والزعيم بيخاف جدا لما بيشوفه، بس الغبية بتحاول تقتل نفسها بدل ما تهجم بيها عليهم. بس هوب دبل كيك الخنجر بتاعها بيتكسر وبيتفتفت 500 حتة، والأم بتصدم من اللي حصل وبتقع على الأرض من الصدمة. بس صاحبنا هاروتو بيلحقها قبل ما تقع، وبيعتذر ليها عشان خاطر اتأخر عليها، وبيكون متعصب جدا، وبيبدأ يهجم على الجنود كلهم، وبيستخدم سحر الرياح وبيكسر عظمهم. وبيروح بعد كده لهاروتو على الكهف عشان خاطر يدخل أمه ويطمن أخته إنها بخير، وإن المساعدة هتجيلهم قريب، وإن هي ما تخافش ومحدش هيقدر يعمل لهم حاجة. بس شارلوت بتبقى خايفة جدا تبص على اللي بيتكلم معاها، لأن هي عارفة الهالة القوية ديت، بس بتحاول تستجمع قوتها وبتلف، والأول مرة بتنادى عليه وبتكلمه. بيصدم جدا لأنها أول مرة تكلمه، بس من جواه بيكون طاير من الفرحة لأن أخيرا أخته كلمته. وبتسأله انت بقى البطل اللي أمي بتحكي لي عليه؟ بيقول لها أيوة أنا البطل، وبيكون بيقول لها كده عشان خاطر ما تخافش منه أكتر من كده. بتقول له انا كنت حاسه انك فيك حاجه غريبه ومريبه من زمان، بس دلوقتي عرفت السبب، والقوه اللي عندك دي عشان خاطر تحارب بيها الاشرار مش اكتر. وبتعتذر ليه لانها كانت بتعامله كل الفتره اللي فاتت دي وحش. بتقبل منها الاعتذار، بس بيقول لها ان الموضوع ده لازم يكون سر ما بينهم، ما ينفعش حتى بابا يعرف. بتقول له بس انا كده هكدب على بابا لاول مره. بيبقى هاروتو مش عارف يقول لها ايه، بس بيهرب من الكلام معاها، وبيقول لها انا هروح اخلص على الجنود اللي بره. والاول مره شارلوت ما بتبقاش خايفه من قوته. نروح بقى لجولد، والجند اللي معاه دوت بيحكي له على اخر الاخبار،
واللي حصل مع مراته وبنته، وإنهم بخير، وإن المساعدة وصلت، وفيري كمان راحت على المكان اللي هم فيه، وإن الجنود اللي كانوا هناك تم القضاء عليهم كلهم، وجنودنا إحنا فيها شوية إصابات مش أكتر. بيفرح جدا جولد، وبيقول لنفسه يا ترى مين اللي أنقذهم وليه أنقذهم، وإن هو ليه مقالش على هويته الحقيقية. وبيسأل هاروتو على رأيه، وطبعا هاروتو بيكون في قمة الانشكاح، وبيقول له إن البطل الحقيقي بيحاول دايما يخفي حقيقته. قال له كلامك صح، ده حتى شارلوت برضه قالت عليه نفس الكلام، إن هو بطل برضه. وبتيجي شارلوت وأمها وفيري أخيرا، وبيفرح جدا جولد إنهم بخير. وعلى عكس المتوقع شارلوت لأول مرة بتروح تحضن هاروتو في وسط صدمة ودهشة للجميع من إمتى الحب ده. بتقول لهم شارلوت إن هي لما حست إنها مش هتشوفهم تاني قررت إنها تتغير وتحب أخوها. وبيبقى باباها ومامتها مش مصدقين برضه اللي هما شايفينه، وفيري بتبقى غيرانة جدا على هاروتو. وهاروتو طبعا بيكون طاير من الفرحة لأنه أخته أخيرا حبته. وبنروح بعد كده لشاروت وهي عند هاروتو، وبتقوله يلا نلعب. وهاروتو بيقول لها خضتيني، ايه بيخبطي الأول. وبنعرف إن شاروت بقت كل يوم عند هاروتو، وبقت بتحبه جدا عكس الأول، لأنها مبقتش تخاف منه وشافته إن هو أخوها البطل. وبتشوف شاروت السحر بتاع هاروتو وبتسأله عليه، بيعرفها إن هو سحر قديم واسمه الحواجز. بتعرفه أخته إنها تعرف مكان كتب كتيرة جدا للسحر القديم وإن ده في المكتبة. بيفرح جدا هاروتو لأن حتى باباه معرفش يجيب له الكتب ديت. بيروح بعد كده على المكتبة، وبيصدم جدا صاحبنا من حجم المكتبة الكبير. وبتروح أخته تجيب له الكتب، وبيبدأوا يقرأوا فيها سوا، وبيندمج هو وأخته في القراءة. وبيقول إن هو شاف المعلومات دي في إلبي قبل كده، وبيفتكر إن هو كمان بقاله فترة كبيرة جدا ما شافش إلبي. وبتسأله طبعا أخته يعني إيه إلبي ده، اللهم إن كان سحرا فابطله. بيقول لها ما تخافيش، دي حاجة كده مش هتفهميها غير لما تشوفيها. بتقول له احكي لي انت بس وانا هتخيل وهعرف. بيتحمس جدا جدا من كتر حبه في القلبي، وبيقول لها ان هو عبارة عن رسومات بتقدر تتحرك وتتكلم. بتتصدم جدا شاروت، وبتقول له ده نوع جديد من السحر انا نفسي اشوفه قوي. وبيبقى صاحبنا مش عارف يعرفها ازاي ان ده في المستقبل وان هو مش موجود دلوقتي، بس هي بتحاول تستعطفه عشان خاطر يوريهولها. وفعلا صاحبنا بيحاول، وبيعدي اسبوع وصاحبنا الجامد قدر ان هو يجتاز الحواجز الزمنيه، وقدر ان هو يخترع كمبيوتر، وقدر كمان ان هو يخش على موقع الياباني بتاعهم. بتصدم جدا شرط من شكل الكمبيوتر، وبتقول له هو ده بقى السحر الجديد. بيقول لها اختاري الانمي اللي يعجبك. بتختار انمي بنوته كده كتكوته زيها، وبتفضل تتفرج عليه، وبتبقى في قمه السعاده. وبتكون مستغربه ان الصور بتتحرك وبتتكلم، بس بتبقى مش فاهمه هما بيقولوا ايه. بيقول لها هاروتو ان دي لغة يابانية وتعلمها صعب جدا، بس البنت بتكون متحمسة جدا وبتقول له علمها لي بليز. بيوافق طبعا صاحبنا وبيبدأ يعلمها الحروف اليابانية، وبيصيد أكتر من صورة استجابتها، وبتكون نجحت في المرحلة الابتدائية في ساعتين بس. ايه الجمادات دي يا بت، عبقرية زي أخوكي. وبيعدي شهر وشارلوت بتكون اتعلمت اللغة اليابانية كاملة، وبتقدر تتفرج على الأنمي براحتها وبتجيبه لنفسها كمان، وبتفضل تقلد فيهم وبيكون مبسوطة جدا. وهنا هاروتو بيخاف عليها، وبيسأل نفسه إن البنت دي أكيد عندها قوة سحرية كبيرة جدا، وإن الانمي ده هيشغلها عن استكشاف قوتها ومهارتها، وإن أنا مفروض إن أنا أمنع عنها الانمي ده عشان خاطر تنمي قوتها ديت. وبيقول لها أنا مش هسيبك قاعدة طول النهار قدام الانمي ده، وهحدد ليكي 3 ساعات فقط في اليوم. بتتضايق جدا من كلامه، وبتقوله إن هي اتعلقت جدا بالانمي، بس صاحبنا برضه بيرفض. وبيروح بعد كده عشان خاطر يتعشوا، وشارلوت بتكون نايمة على نفسها خالص بسبب فرجتها طول اليوم على الانمي. وبيسألوا جولد الفترة الأخيرة دي شارلوت بقت قاعدة معاك على طول، انتوا بتعملوا ايه؟ بتصحى شارلوت وبتقوله ان هما بيدرسوا السحر القديم. بيفرح جدا وبيقوله خلي بالك من اختك عشان خاطر ما تغوطش قوي في السحر، هي لسه صغيرة. ونروح لتاني يوم، وجولد رايح يقضي على شوية لصوص وبيودعهم، وبتقوله مراته خلي بالك من نفسك المرة دي عشان خاطر ما يحصلكش حاجة. وشارلوت بتكون خايفة جدا على باباها، بس هاروتو بيطمنها ان هما فعلا شوية حرامية مش جنود زي المرة اللي فاتت، وابوكي قوي جدا وهيقدر يخلص عليهم بمنتهى السهولة. بتقوله بس انت البطل، والمفروض انت اللي تتحول وتروح تنقذ الناس من اللصوص ديت. بيقول لها ايوه شغل الانمي هيبدأ يطلع عليا انا دلوقتي. وبتفضل تقنع فيه لحد ما بيوافق، وبيعمل لنفسه لبس اسود عشان خاطر محدش يعرفه، وبيكون شكل اللبس عليه حلو جدا. بتتصدم جدا شارلوت من شكله وشكل اللبس عليه،
لان هو مش حلو بس، ده خلاه كمان فعلا شبه الابطال الكبار فعلا. وبتطلب منه ان هي تروح معاه، بس هو طبعا بيغير صوته وبيقول لها ان ده خطر عليها، وان هو عامل ليها حاجز مراقبة عشان خاطر تشوف كل اللي بيحصل من مكانها هنا. وبيروح هاروت عشان خاطر يخلص على كل اللصوص، وبيحدد مكانهم من كاميرات المراقبة، وبيقفل عليهم بحاجز عشان خاطر ما يعرفوش يهربوا. وبيروح عشان خاطر يخلص عليهم، وبيعرفهم ان هو بطل العدالة الجديد وجاي عشان خاطر يخلص عليهم. وبيبدأوا يهجموا عليه، بس على مين يا حبيبي؟ بيضرب فيهم لحد ما بيخلص عليهم كلهم بكل سهولة. وهنا بيوصل باباه وبيسأله انت مين؟ وانت اللي خلصت عليهم كلهم كده؟ بيتوتر جدا هاروتو، وبيبقى مش عارف يقوله ايه، بس بيستجمع قوته بيقوله ايوه انا. وبيسأله باباه يا ترى اسمك ايه؟ وبيبقى مش عارف يقوله ايه، بيقوله لسه ما اطلقتش اسمي على نفسي. بيقوله جولد انت اللي بقى انقذت مراتي وبنتي، ويا ترى ايه هدفك بقى من الاول؟ بيقوله هدفي هو العدالة، ان لازم احققها. وبيسيبه بعد كده بيطير وبيمشي. بيصدم جدا ابوه من اللي شافه عشان خاطر بيطيروا كده. بنرجع لهاروتو، وبيبقى متوتر جدا من اللي حصل. وبتيجي ليه شاروت، وبتبقى مبسوطة جدا جدا بيه وفرحانة بيه، وبتقول له هتروح تحقق العدالة تاني امتى بقى؟ بيصدم جدا لانها مش هتكون اخر مرة. وبنعرف انها خلته يروح كل يوم يحقق العدالة بعد ما كان مش بيخرج من اوضته اصلا. ايه الحب ده كله لاختك يا ابني؟ وبتعدي فترة، وبنعرف ان هو قعد شهور في المكتبة بيقرأ في الكتب، وعارف معلومات قيمة جدا 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 وفادته جدا جدا جدا. وبيكون أخيرا قدر ان هو يخلي النسخة بتاعته تتكلم وتتحرك. وبنروح بقى لأوضته، وبتيجي أخته تصحيه، بس بتلاقي اتنين منه. بتصدم جدا وبتسأله مين فيكم أخويا الحقيقي. بيعرفها هاروتو ان هو النسخة الحقيقية. وبيقول للنسخة التانية نام انت مكاني دلوقتي عشان خاطر انا لازم انزل دلوقتي. بس النسخة بتعترض، وبنعرف ان هو عمل نسخة متذمرة وكسولة زيه بالظبط. وبينزل يستقبل الامراء اللي جم عندهم، وبيكون ولد وبنت اخوات. وبيكون الواد في نفس سنه كده، بس بيكون شكله رخم جدا، وبيكون كاره هاروتو، وبيكون اسمه لايس. وبيروح يقول لهاروتو انت بقى الواد اللي لقاك في الشارع ومبناك جلد وما عندكش اي قوة خالص، اكيد جلد معرفش يربيك كويس، انا بقى هاجي اربيك واعلمك الادب. والنبي يا اخويا انت اللي عايز صفر وقليل الادب مشفتش حتى بجنيه على بعض رماية. بيقول له هندخل في مبارزة مع بعض، بس جلد بيعترض طبعا. فالواد المغرور بيقول ما تخافش انا هتعامل معاه بالراحة. بس في الحقيقة جلد بيبقى خايف عليه من ابنه اصلا، وبيروح يتبارز بالسيف معاه. وبنعرف ان الامير ده في المستوى التاسع، واقوى مستوى هيوصل له هو المستوى الاربعين. وبنعرف ان جولد في المستوى 32، وان اقوى مستوى هيوصل له هو 32، يعني هو جاب اخره. وبنعرف ان امه في المستوى 14، وتقدر توصل لمستوى 33 لو جمدت قلبها بس شوية، مش كل حاجة الانتحار. ونرجع للمبارزة، وبيهجم الواد المغرور على هاروتو، بس هاروتو بيقدر يتفاداها الضربة بكل سهولة. بس الأمير بيتعصب جدا، وبيقول له ما ينفعش تتفادى ضربتي بكل سهولة، أنا لازم أقدمك وأربيك من أول وجديد. وهاروتو عشان خاطر يريح دماغه من الواد المغرور دوت والرزل ده، بيفعل على نفسه الحاجز عشان خاطر يحميه من ضرب الأمير، وبيفضل يمثل إن هو بيوجعه. فالواد الرخم بيفضل يستفزه بالكلام، وإن هو مقدرش حتى يضربه زي ما هو بيضربه، وإن هو ضعيف جدا. وهاروتو بيكون جاب آخره منه، وبيقوم يضربه فعلا، وبيوقع الواد على الأرض من قوة الضربة. بيتعصب الواد جدا، وبيروح يهجم على هاروتو، بس هاروتو مش بيديله فرصة، وبيفضل يضرب فيه. بيتعصب أكتر، وبيهجم عليه بسحره، سحر النار. وبتزعق فيه أخته عشان خاطر ما يستخدمش السحر في القتال، بس الواد الرخم مش بيهتم بكلامها، وبيهجم على هاروتو. بس هاروتو بيعمل حاجز، وبيمتص قوة النار بتاعته. بيتعصب أكتر، وبيحدف عليه أكتر من كرة سحر، بس الحاجز بياخدهم كلهم. وبتزعق في اخته، وبيقول لها بص الواد الرخم اللي مش محترم مش راضي يخليني اصيبه، وبيلغي سحري بكل سهوله. قال له هاروتو انا ملغيتش سحرك، انا بس خزنته جوه الحاجز ده. ايه رايك بقى تجرب كل سحرك كله على بعضه مره واحده؟ بيترعب الواد من المنظر، وبيركع عليه، وبيتأسف ليه جدا عشان خاطر ما يأذيهوش. وبتيجي عليه اخته تعتذر برضه ليه على رخامة اخوها، وبتسأله انت فعلا في المستوى التاني؟ بيقول لها ايوه، وبيستأذن منها وبيسيبها وبيمشي. وبيقول لنفسه اخيرا هطلع لأوضتي بقى. نروح بقى الامير لايس، وهو متضايق جدا من اللي عمله معاه هاروتو، وبيقول ازاي حتى عيل صغير ما عندوش سحر يهزمني، وانا الامير وريث العرش، وازاي اتهان كده؟
بيجي المساعد بتاعه وبيقول له على ميعاد الحفلة، وإنك لازم تطلب من شارلوت تيجي معاك الحفلة. بيقول له ده عيلة متخلفة ورخمة، أخدها معايا ليه؟ المساعد بيقول له ده لمصلحتك ولازم تسمع الكلام. بيوافق الأمير على كلامه، وبنروح لهاروتو وهو في أوضته، وبتدخل عليه أخته، وبتكون رجعت من الحفلة ومعاها هاروتو النسخة. وبيكون متضايق جدا جدا من هاروتو الحقيقي عشان قدره في حفلة غبية زي كده، وبيقول له إن حياتي دي مش عجباني ومملة جدا، وإن هو عايز حياة كويسة. وبيروح على السرير عشان خاطر ينام، وبتسأله أخته هو أخويا النسخة ماله. بيعرفها إن هو تعبان شوية بس مش أكتر. وبتعرفه شرط إن الأمير دعاها لحفلة تانية، وبيقول لنفسه إن نسخته تعبانة جدا وإن هو لازم يروح بداله مع أخته عشان خاطر يحميها. وبيبدأ يراقب المكان ويأمنه كويس، بس بيلاحظ صاحبنا حاجة غريبة جدا بتحصل في الغابة. ناس شكلها غريب وعاملين طقوس غريبة وشكلهم بيستدعوا حاجة غلط. بيقول لنفسه أنا لازم أروح أفهم اللي بيحصل هناك. وفعلا بيروح هاروت عليهم وبيسألهم انتوا بتعملوا ايه هنا، وهل أخدتم موافقة من المدينة الأول بالكلام دوت اللي بتعملوه. بيتعصب جدا واحد منهم وبيقول له انت اللي مين وايه اللي جابك هنا، وانك اكيد فرد من المدينة الحقيرة ديت. وبيطلب من باقي الفريق انهم يخلصوا عليه، بس هاروتو بينفعل جدا وبيقول لهم انا هخلص عليكم كلكم، وشكل الكلام مش جايب معاكم فايدة. وبيبدأ يفجرهم كلهم وبيقعوا كلهم في الأرض من قوة الانفجار. بس الناس دول كانوا فعلا عاملين تعويذة استدعاء، وبيقدروا يستدعوا فرسان أقوياء جدا اللي ماتوا قبل كده، وبيطلعوا بشكل هياكل عظمية. بيفرح جدا هاروتو من شكلهم لأنه كان بيشوفهم في اللعب والأنمي بس، وقدر أخيرا يشوفهم على الحقيقة. وبيبدأوا يهجموا عليه، وعلى عكس المتوقع بيقدر يخلص عليهم كلهم هاروتو بكل سهولة. بس للأسف بقى إن هما بيرجعوا يتجددوا من تاني، مهما حاول يخلص عليهم بيرجعوا تاني وبيهجموا عليه. وبيكون هاروتو في ورطة كبيرة جدا لأنه مش عارف يخلص عليهم ازاي، ولا قادر إن هو يسيبهم ويمشي. وكان هاروتو عمال يفكر هيخلص عليهم ازاي لحد ما بيشوف النقطة الحمراء اللي في صدرهم، ومرة واحدة الهياكل العظمية بتبطل تهجم عليه. وبيستغربوا السحرة من ده، وبيلاقي كمان إن عينيهم اتحولت للون الأزرق. بيستغرب جدا واحد من السحرة، بس بيتفاجئ إنهم بيهجموا عليه هو المرة دي، وبيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس مش بيستسلموا. وبيستدعوا كائن صخري كبير جدا وبيبدأ يكسر في كل الهياكل العظمية. بيتصدم جدا صاحبنا لما بيشوفه، بس بيتبسط جدا لأنه أول مرة يشوف الكائن ده على الحقيقة. وبيبدأ يهجم عليه، بس صاحبنا بيلحق نفسه على آخر لحظة وبيقدر إن هو يعمل حاجز. بس زي ما كان صاحبنا متوقع إن الكائن ده قوي جدا وإن هو مش هيقدر عليه، فعلا بيضربوا الكائن ده ضربة قوية جدا، وصاحبنا مش بيقدر يسد الضربة بتاعته. وبيقول هاروتو لنفسه أنا مش هقدر على الكائن ده بسحر الحواجز بتاعي. بيبص على صدره بيلاقي نقطة حمراء عنده زي الهياكل العظمية بالظبط، وبيقرر على طول إن هو يعمل عصاية من السحر بتاعه ويكسر بيها النقطة الحمراء دي عشان خاطر يبطل المفعول بتاعه. وفعلا بتنجح خطة هاروتو، والوحش ده بيقف خالص. وطبعا السحرة بيخافوا جدا وبيفضلوا يأمروه ان هو يكمل هجومه على هاروتو، بس المفاجأة ان هو بيضربهم هما وبيكسر عظمهم كلهم، وشكلهم بيستدعوا الوحوش ديت غصب عنهم. دول بيكونوا مغلولين جدا منهم، وبتبدأ الهياكل العظمية تربط فيهم. وبيروح بعد كده هاروتو على زعيمهم وبيسألوا انتوا مين بقى وجايين تعملوا ايه هنا، ومش بيرضى يقول له اي حاجة خالص الساحر. وبيبقى هاروتو مش عارف يخليهم يتكلموا ازاي، وعمال يفكر لحد ما بتيجي فكرة ليه ان هو يخلي الهياكل العظمية يعملوا حفرة كبيرة جدا جدا عشان خاطر يدفنهم فيهم صحيين. وفعلا الهياكل بتعمل كده وبتبدأ ترمي كل السحرة فيها. وطبعا السحرة بيترعبوا جدا وبيفضلوا ينادوا على القائد بتاعهم عشان خاطر يقولوا على الحقيقة وينقذهم. وفعلا القائد بيوافق ان هو يحكي، وبيبدأ يحكي لهاروتو ان هم الحراس الشخصيين للملك، وان هم جايين ينفذوا مهمة بعد ما فشل الجنود مرتين في تنفيذها. وبيقول له هاروتو مهمة ايه وملك مين ده يا عم الحاج. بيعرفوا القائد ان مهمته هي قتل شروت. بيصدم جدا هاروتو وبيقول للملك ليه عايز يقتل شروت ديت. بيعرفوا الساحر ان الملك عايز يقتل شروت عشان خاطر قوتها السحرية في المستقبل هتكون هائلة جدا وهتكون اقوى منه ذات نفسه، وهو خايف ان ده يأثر عليه بعد كده. وبيبدأ يجمع هاروتو اللي حصل وكلام ابوه، وبيقول اكيد ان ورا المحاولات دي كلها مش الملك، انما هي الست الشريرة اللي هي الملكة اللي هي في الاساس اصلا تبقى امي. دي ما عندهاش قلب خالص، دي حتى رمتني وانا صغير لمجرد اني ما عنديش قوة سحرية، واكيد مستعدة تعمل اي حاجة لمصلحتها وسلطتها.
وبيقول لنفسه انا مستحيل اسمح لاي حد يأذي حد انا بحبه، وان اهلي دول مش حقيقيين بس احسن من ابويا وامي الحقيقيين اللي رموني في الغابة لوحدي وما صعبتش حتى عليهم. وبتنتقل بين الأحداث لشروت وهاروتو وهما قاعدين مع الأمير وأخته الرخمين، وبيكونوا قاعدين جوه العربية وبيبقوا قاعدين مش طايقين بعض. وبتقول شروت للأمير ما تزعلش من أخويا عشان آخر مرة ضربك. بيتضايق جدا الأمير من كلامها، وبتقوله كمان إن المفروض تفرح جدا إنك قتلت معاه أصلا وإنك أخدت الشرف ده مش أي حد بيحصل عليه. بيقول لها هاروتو ما تقوليش كده يا شروت، كانت حاجة بسيطة جدا. بيتعصب جدا الأمير وبيقول له انت بتتكلمش خالص، انت اصلا غشاش، انت ما استخدمتش اي سحر اصلا. بيعرفوا هاروتو ان هو بيتدرب كتير جدا مع باباه، وان هو كان دايما بيستخدم اسلوب التعزيز الذات، وان هو بيشجع نفسه عشان خاطر يبقى اقوى. بيستغربوا جدا من كلامه لانهم فاهمين كل حاجة عن السحر، مش زي شروت هيقدر يضحك عليها بكلمتين بسهولة. بيقول له الامير انت اكيد شيطان مرتجع صح؟ اخت الامير بتقول له عيب كده ياض ما تقولش كده. بيقول لها ان قوته واسلوبه وحركاته بتدل على كده، وبيبقى مش فاهم هاروتو قصده ايه، وبيسأل اخته شروت على الكلام دوت. بتعرفوا شروت ان الطفل اللي بيتولد ما بين البشر والشياطين بيسموه شيطان مرتجع، يعني لما شيطان يتجوز من واحدة من البشر ويخلفوا طفل بياخد جزء كبير جدا من قوة الشيطان، وبيطلقوا عليه الاسم ده. بتقول له اخته الامير بس هاروتو مش كده لانه ما عندوش ولا قرون ولا ديل، عشان كده مستحيل يكون ابن شيطان. بيقطع كلامهم وصولهم للمكان اللي هم رايحينه، وبيوصلوا لمكان ريفي بيبقى شكله جميل جدا، وبيبقوا مبسوطين جدا بالمكان وبيفضلوا يلعبوا سوا فيه وبيستمتعوا بالمنظر الخلاب. والجنود بيكونوا معاهم عشان خاطر يحرسوهم. وبيسيبهم هاروتو بيروح لابوه عشان خاطر يتكلم معاه وبيطلب منه ان هو يتكلم معاه. بيستغرب جدا ابوه منه وبيقول له غريب انت مش بتيجي تسألني على اي حاجة، يبقى اكيد في حاجة مهمة جدا تخليك تيجي تتكلم معايا دلوقتي. بيعرفوا هاروتو ان فعلا في حاجة غريبة بتحصل، وان هو حاسس ان اخته دايما في خطر. بيقول له غريبة انت اكيد عندك قوة الحس عالية، لان فعلا الفارس الاسود بعت لي رسالة امبارح بيقول لي على مكان الفرسان الملك، وان هم كانوا جايين يقتلوا شاروت، وان هو فعلا لقاهم في المكان اللي قال عليه، وان اللي امرهم يعملوا كده الملكة، وان الملكة المرة دي عايزة تخلص عليهم كلهم مش شاروت بس لوحدها. وللاسف احنا مش هنقدر نصد قدامها، دي عندها قوة جبارة. بيقول له هاروت يا رب تموت الست الشريرة ديت. بيقول له صعبة دي، بس لو هي فعلا ماتت المملكة دي هتتدمر خالص، عشان هي اللي ماسكاها مش الملك. بيسألوا هاروتو ليه كده. بيعرفوا ان الملك الفترة الأخيرة سلطته قلت جدا وقوته ضعفت، على عكس الملكة بقت أقوى بكتير، وهي اللي بقت تقف لكل الأعداء والمتمردين، وإن شعبيتها كمان زادت جدا بعد هزيمتها للملك الشياطين وقطع راسه لوحدها في وسط الجيش الملكي كل اللي ما قدرش عليه. بس هي نواياها مش كويسة، وبتستخدم قوتها في تحقيق أهدافها هي الشخصية، وبيعرفوا إن محدش هيقدر ياخد مكانها غير شخص واحد بس، وللأسف لسه صغير. بيعرفوا هاروتو دي أخته شاروت صح؟ بيأكد على كلامه وبيقوله انت دورك الفترة الجاية دي ان انت تحمي اختك وتحافظ عليها لحد ما تكبر وتاخد السلطة مكانها وتبقى ملكة عظيمة جدا، وبعد كده انت حر في حياتك. بيوافق هاروتو على كلامه على طول، وبيقوله ان هو هيحمي اخته وبيسيبه وبيمشي. بتقوله فيري ما تسيبني على الولية دي بدل ما هي مضايقاكوا كلكوا كده، اخلص عليها ونرتاح كلنا. بيقول لها لا طبعا سيبيها ليا انا اللي عايزه اخلص عليها بنفسي، دي ست الحبايب. وبيقول لنفسه ان هو لازم يروح للست دي ويهاجمها في مكانها قبل ما تبعت ليهم حاجه مش متوقعه المره الجايه. وبنروح بقى للملكه والجنود راجعين ليها وبيعتذروا ليها بسبب فشلهم المره دي كمان. بتقول لهم قولوا لي بقى فشلتوا المره دي ايه عذركم. بيعرفوا واحد من الجنود ان في واحد اسمه الفارس الاسود بيطهر المملكة باستمرار من اللصوص والوحوش، وهو الاكيد في السبب اللي حصل للحراس الشخصيين المرة ديت زي المرة اللي قبلها. بتدل عليه الملك العصير اللي في ايديها وبتقوله كالعادة ملكوش اي لازمة، دي تالت مرة تفشلوا، وان شروت دي لازم تموت باي طريقة عشان انا ارتاح. او بتقول لنفسها مين الراجل الاسود ده شكل واحد مجنون بيحاول يقف قدامي، وشكلي لازم اخلص عليه بنفسي، وهيكون لي شرف كبير جدا ان هو يموت بالسيف اللي قتلت بيه ملك الشياطين. وهوب دبل كيك بيدخل عليها الفارس الاسود وبيقول لها عايزه تقتليني صح وريني شطارتك. بيتخض كل الجنود وبيبداوا يلفوا حوالين الملكه عشان خاطر يحموها، لكن هاروتو بيستخدم سحر الحواجز بتاعه وبيقدر يخليهم يغموا عليهم كلهم. وبتصدم جدا الملكه من اللي حصل،
وبتقوله انت عملت كده ازاي، وازاي دخلت هنا وكل الحراسة دي بره. بيقول لها حراسة ايه، دول ضعاف جدا قدامي، وبعدين انا مشيت من وسطهم ما حسوش بيا اصلا. وبتقول له الملكة شكلك جيت لموتك، وبتفعل السحر بتاعها وبتعمل 3 دوائر سحرية، وبتستخدم دائرة منهم تحته بالظبط، وبتدخله في كورة كبيرة جدا فيها مية، وبتكون مبسوطة جدا وبتقول له موت بقى يا حبيبي. بس هاروتو بيستخدم سحر الحواجز بتاعه وبيقدر يطلع منها بكل سهولة، وبتهجم عليه المرة دي بقطع من الإزاز كبيرة. بس هاروتو برضه بيقدر ان هو يصدها بكل سهولة. بتقوله خد الأقوى بقى، وبتهجم عليه بسحر النار، وبتقوله انا هحرقك لحد ما تتحول لرماد. بس هجومها برضه مش بيأثر فيه، وبتصدم جدا وبيخرج من النار ومش بيحصل ليه اي حاجة خالص. بيقول لها هاروتو كل دول بتعرفي تعمليهم، وكمان بتعرفي تستخدمي السيف، ده انا غير منك على كده. ده على كده بقى انت زي ما بيقولوا عليكي قوية جدا، خدي بقى الهجوم البسيط ده مني. وبيبدأ يهجم عليها هاروتو، بس بتقدر تلحق نفسها على آخر لحظة، بس الهجوم برضه بيكون أثر فيها. وبيقول لها هاروتو شاطرة إنك قدرت تصد هجومي، استعدي بقى عشان خاطر نخلص من القتال ده. تفتكروا بقى مين فيهم اللي هيفوز، الواد ولا أمه؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبكده يكون خلص الملخص بتاعنا لحد هنا. لو عايزين انزل ليكم الملخص اللي جاي بسرعة اكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش بقى تصلوا على الحبيب في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك وكومنت للفيديو، بيفرحني جدا دعمكم ويشجعني استمر، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.